النهارده معاكم من شواطئ اسكندريه، فاضيه ومش زحمه وقريبه جدا من الشواطئ الجميله اللي احنا طول عمرنا بنحبها وكنا بنيجي نقضي وقت جميل فيها من واحنا صغيرين. في شاطئ بحري الشرقي، الشاطئ ده رخيص جدا، وزي ما سياده المحافظ امبارح اتكلم وقال ان احنا عندنا 7 مستويات من الخدمه في شواطئ اسكندريه. عندنا 17,000 متر من المسطحات المصيفيه او الشواطئ اللي موجوده في اسكندريه. ان احنا عندنا شواطئ كتيره متاحه للنزول من شرقها لغربها. موجودين معاكم النهارده من شاطئ الانفوشي الشرقي، وتقدر بملاليم حرفيا تقدر تنزل البحر. وزي ما سياده المحافظ قال ان احنا عندنا 7 مستويات من الخدمه، اللي بتبدا بالخدمه المجانيه تماما، اللي انت من على البوابه تقدر تسيب بطاقتك وتدخل وتاخد شماسي وكراسي وتقعد تقضي وقت مميز وتستمتع فيها، لحد بقى ما يوصل لشواطئ بتوصل ل 250 جنيه، معاك ب 5 جنيه، 15، 10، 20، 25. بكل الاسعار تقدر تقضي وقت مميز جدا في اسكندريه وتصيف وتنبسط. مش لازم يعني تسافر ولا تروح ولا تيجي. علشان كده احنا موجودين معاكم النهارده من شاطئ الانفوشي الشرقي علشان ننقل لكم التجربه كامله. حضرتك بتدخل ب 15 جنيه من البوابه وبتقدر تقضي وقت مميز. وزي ما حضراتكم شايفين الشاطئ فاضي جدا، ويمكن خلاص الشمس بدات تغرب، ولكن كمان تقدر تسهر. عايز تيجي بالنهار وتنزل البحر ماشي، عايز تيجي بالليل وتقعد قاعده جميله على الرمله ماشي. الشاطئ مساحته كبيره جدا، مساحه رمليه ممتده لحد طريق الكورنيش بره. تقدر تلعب كوره، وفي ملعب كمان في الشاطئ هنا تقدر تلعب كوره لو معاك كوره، وفي عرضات وفي جون راكت، الالعاب الشاطئيه بتاعت زمان، طايره وغيره. او تقدر تستمتع بالميه، او تقدر تقعد قدام البحر وتتفرج، تشكيله همك، تقعد وتنبسط على الرمله قدام الميه. ومن الحاجات الجميله المميزه اللي هتقضي فيها يوم جميل ومش هتدفع حاجه خالص، 15 جنيه للفرد ولا حاجه. بتقول احنا هنا شاطئ بوابته قدام فتح الله في بحري. بتقول شواطئ بحري، في شاطئ تاني يمكن قبلينا ب 5 جنيه او ب 10 جنيه. يعني اقصد ان انت تقدر بملاليم تقدر تقضي وقت كويس وتنزل البحر وتستمتع ببحر اسكندريه. محافظه اسكندريه اخذت على عاتقها انها ترجع حق المواطن، وان المواطن من حقه انه يشوف البحر، وانك تستمتع بالبحر في اي وقت وفي اي مكان. وعلشان كده شفنا حمله الازاله اللي كانت موجوده في كافيتيريا من الكافيتريات اللي موجوده في كامب شيزار، والبقيه تاتي. اللي عقوده هتنتهي اكيد ممكن ما يتجددش العقد ده تاني، علشان يرجع تاني حق المواطن الاصيل في بحر اسكندريه، في كورنيش اسكندريه، وانه يرجع وينبسط ويشوف البحر تاني من هو ماشي على الشارع وعلى الطريق وعلى الرصيف بره. يشم هواء جميل، يشم هواء نظيف، يقعد يستمتع بقعده كويسه جميله في كورنيش اسكندريه. حتى لو مش عايز ينزل او يقعد على الرمله، حب ان هو ينزل، هيشوف الخدمه ب 5 جنيه وب 10 جنيه، وفي كمان خدمات مجانيه. الشاطئ هنا الخدمه لمن يطلبها، دخول من البوابه ب 15 جنيه، حاجه بسيطه جدا. اسره كامله تقدر تدخل يعني ب 40، 50، 60 جنيه على حسب افراد الاسره. بتجيب اكلك وشربك وكل حاجه وتساليك وكل حاجه، وتقضي سهره جميله جدا وتقعد في بحر اسكندريه، سواء بقى على الكورنيش او على البحر هنا على الرمله، سواء بالنهار او بالليل. شكرا جدا محافظه اسكندريه، شكرا جدا الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، شكرا ليكم ان انتم كنتوا معانا النهارده واتفرجتوا معانا على الفيديو ده. وان شاء الله تابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد. اخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.